أولا مهرجان الحدائق الوردية يوصل دورة 20 بالوردية. مهرجان الحدائق الوردية أول ما تأسس كان اسمه مهرجان الورد، وكان أول رئيس ليه دكتور محمد القاضي، ترأس الدورة الأولى عام 1994. اليوم خلطنا للدورة 20 برصيد متاع تجربة، واخترنا أنه يكون اسمه حدائق الوردية، مهرجان ثقافي بيئي يركز على النواة الوردية معروفة بالورد. بالنسبة للعرض اليوم انتم شفتوه نجح على خاطر ثم فريق عمل متاع تقنيي إضاءة ومهندسي صوت يعطيهم الصحة، فريق تنظيم، فريق نظافة، فريق إعلامي ممتاز. الكل الحقيقة مجهودهم وتعبهم وعرقهم رغم قساوة الطقس سخانة ورطوبة، وشفتوا معناها المبدع كيفاش أبدعتوا، وحضور الجماهير في ليلة مولد غدوة مولد، فهمتني. هذا الكل معناها هذا الكل كانوا روافد من لإنجاح هالمحفل هذايا. اليوم مسرحية المجيرة بنت الحي لحنان الشقراني الحقيقة أبدعت في العرض متاعها، كذلك الجمهور أبدع لأنه كان جملة مهمة في عملية التنظيم وإنجاح السهرة هذه. العرض من برمجة وزارة الشؤون الثقافية وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس، هي اللي أمنت لنا هالأجواء هذه التقنية والإمكانيات اللي وضعتها على ذمة مهرجان الحدائق الوردية باش ينجح هذا العرض والعروض اللي قبله زادة.